ازاي تصلح صحتك النفسيه، ازاي تنظف عقلك. المايندفولنس. هي اللي هتخليك تعرف الافكار اللي في عقلك. العقل السرحان مش مبسوط، هتخليك تستمتع بالوقت وهتخلي الوقت يعدي وانت بتركز في حاجه معينه. المايندفولنس هي جزء من المنتال هيلث بتاعتك، من الصحه العقليه بتاعتك. طب ازاي تنميها؟ اقول لك انا اول حاجه التامل. والصلاه برضو، الصلاه نوع من انواع التامل. لكن وانت بتتامل تختار حاجه تركز عليها. ممكن تركز على نفسك، ممكن تركز على هدف معين، ممكن تركز على حاجات كتير جدا. اول ما عقلك يبتدي يسرح يبقى انت كملت عدة واحدة، وارجع تاني ركز من جديد في الحاجة دي. ابدأ تدريجيا يا عم، ابدأ دقيقة في اليوم لحد ما تتعود. لكن لو انت عايز تحسن من المنتال هيلث بتاعتك وصحتك العقلية وتنظف دماغك دي ومن كل الوساخ اللي فيها، لازم تعمل اللي انا قلت لك عليه. تقعد تركز في الحاجة، واول ما تسرح ترجع من جديد. تمام. النفس دليل قوتك، وعشان تحسنه تعمل الحاجات دي. اكتب على اليوتيوب هيطلع لك فيديوهات بيتكلم عن الحاجات دي وايه، وهتقول لك ازاي تعملها. انا ممكن اكلمك عنها في فيديو، بس هكلمك عنها في فيديو خاص وبعيد عن السلسله دي، تمام؟ عشان هما شرحهم طويل جدا. هيخلوا الرئه بتاعتك تتحسن ويخلوك مرتاح اكتر ومبسوط وتحس ان انت فريش كده. تالت حاجه السوشيال ميديا بتقتل المايند فيلنس، بتقتلها حرفيا. الطبيعي ان الانسان بيركز في حاجات ليه ساعات طويله، ولكن انت كمريض سوشيال ميديا ما تعرفش تركز في ثواني حتى، فاهم؟ عشان كده انا عملت الحلقه بتاعتي، بحاول اخليها صغيره على قد ما اقدر، انت فاهم؟ عشان عارف ان انت بتعرفش تركز في حاجات لساعات طويله. لو اتكلمت ساعات طويله هفيدك فايده مش بص مش هتلاقيها في حته. هتكلم في قصص وهتكلم في حاجات وهوسع وهتكلم. وطبعا ده بسبب السكرولنج اللي انا اتكلمت عنه في الحلقات اللي فاتت. وبعد ما تخلص الحلقه دي تروح تتفرج على الحلقات اللي فاتت لو انت ما اتفرجتش عليها، تمام؟ عشان تفهم الموضوع اللي انا بتكلم عنه، تمام؟ وفي حاجه تانية، في حاجه تانية برضو بتقلل المايندفولنس. بس انا ايه، انا شغال عليها دلوقتي. انا الحاجه ديت انا بحاول اقلل منها شويه، عشان انا ما ينفعش انصحك بحاجه ايه تضرك. دي قناتي على اليوتيوب فيها فيديوهات كتير ممكن تعجبك. لو عايز تروح تمس عليها اللينك في البايو. ولو عايز تساعدنا في الحلقات ممكن تيجي على انستجرام، بنعمل حاجات حلوه هناك.